اول حاجه غادي نقول لك في هذا الفيديو هي انه كاين جوج انواع نتاع العقل: العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل اللاواعي هو العقل الباطن، وخليني نقول لك شنو هو العقل الباطن. العقل الباطن هو اللي كيتحكم في جميع التصرفات اللي كدير بدون وعي. ومن اكبر الامثله نتاع العقل اللاواعي هو التنفس، شهيق زفير، ورمشه العين والحركات اللي كدير كتحك راسك ولا شي لعيبه بحال هكا. كاين بزاف نتاع الامثله على هذا الشيء. والعقل الواعي كتخدمو ملي كدير شي حاجه وانت عارف شنو كدير، وكاين بزاف الناس كيسحب ليهم بلي راهم واعيين بداكشي اللي كيدير، ولكن خليني نقول لك بلي 95% من داكشي اللي كدير في نهارك العقل الباطن هو اللي كيتحكم فيه. وخليني نعطيك واحد جوج نقاط نبين لك قداش القوه ديال العقل الباطن. اول حاجه هو العقل الواعي ذكي بزاف، وهادشي ما كيعنيش بلي راك اينشتاين ولا شي فيلسوف، ولكن ذكي هي انه كيدرك بجميع الحوايج اللي كدير وكيعرف يميز بين الحاجه الزوينه والخايبه. وثاني حاجه هي الذاكره ديالو ضعيفه بزاف. تخيلي لك شي كلمه فيها بحال هكا 0 1 102 كتقدر تبقى في العقل الواعي 15 ثانيه، ما كيقدرش يفوتها. وبعض الذكريات اللي كتكون مدوزهم سنين وكتفكرهم راه غير كيجيبهم لك من العقل الباطن ديالك. وجميع الذكريات اللي كتكون قادر ترجعهم واللي ما قادرش ترجعهم، قول اي حاجه دوزتيها في حياتك كاينه مخزنه في العقل الباطن. يعني العقل الواعي ديالك راه ضعيف بزاف وما كيقدرش ياثر عليك بشي حاجه. اما العقل الباطن مختلف بزاف على العقل الواعي. والعقل الباطن راه مكلخ ديال بصح، وكنعني بهذا الشيء بلي ما كيقدرش يفرق بين الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه. والعقل الباطن راه مكلخ بهذا المعنى، ما كيقدرش يفرق بين الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه، هو غير اللي جاتو كيستقبلها ويخزنها. ومن هنا كيجيو الفوبيات. غير كتخيل بعض المرات راك كتخاف من شي حاجه مثلا البحر، كتبقى تخيل راسك من تحت الماء ومخنوق كتشرب الماء المالح. هذا الهضره كيشدها العقل الباطن بواحد الجد اللي ما يمكنش، وكيردها بصح حيت هو اصلا ما يقدرش يفرق بين الخيال والواقع. وثاني حاجه على العقل الباطني عنده واحد الذاكره قويه. كاين شفتي هذا المكلخ عنده واحد الذاكره قويه بزاف. اي حاجه دازت عليك على الحواس الخمس ديالك، سمعتيها ولا شفتيها ولا ذقتيها ولا قصتيها، مخزنه في العقل الباطن ديالك. كتخيل معايا كلشي مخزن في العقل الباطن ديالك، وانه قادر ياثر على نفسيتك وعلى المحيط ديالك ولا اي حاجه. وضروري ما غيكون فيكم شي واحد سامع بحمل الكاذب عند الدريات، واللي هو كيعني بعض الدريات كتكون كتحس براسها انها حامله. كندويو على الدريات يعني باقا صغيره ما مزوجه ما والو، كتكون كتحس براسها بانها حامله. وكثر ما كتبقى تفكر في هذا البلان وتخاف منه العقل الباطن ديالها، العقل الباطن ديالك يزيد يامن بهذه الفكره وتيقها. وتخيل معايا بصح كيخرجوا فيها الاعراض نتاع الحمل وكرشها كتنفخ وكلشي، وبلا ما ندخلوا في التفاصيل. وكاين بزاف ديال الامثله على هذا الشيء. كاين اللي كيمرض بالحساسيه ولا شي مرض كيف ما كان، وضروري ما غاديش تكون سمعتي بهذا الشيء من قبل. وكاين حتى الوسواس، شي واحد كيحس براسو مريض بشي حاجه وكيبقى غير يفكر فيها ومخلوع منها. فاش كيمشي عند الطبيب يشوفو كيقول له لا راه غير الوسواس. وهذا الشيء راه يقدر يمشي بك حتى الموت. وبما اننا دوينا على الموت، نقول لك واحد التجربه اللي دارها هيرمان بورفي. كان حط واحد من المجرمين اللي محكوم عليهم بالاعدام وسد ليه عينيه من بعد ما دار ليه السيروم، وواحد السطل من تحت يديه بزوج. وداك السيروم طلق فيه الماء سخون بنفس درجه الحراره للجسم، وطلق الصوت بحال ديال سيلان الدم. وداك الصوت بحال الدم كيخرج من القلب. من بعد شويه الوقت بان ليهم بدا الجلد ديالو كيصفر، وملي قلبوه لقاوه مات. باش مات الله يعين. لا راه مات بسبب التخيل. وهادشي بسبب العقل الباطن كيتحكم في جميع الاعضاء. وفي ديك اللحظه العقل الباطن عطى الاوامر لجميع الاعضاء بانهم يوقفوا. علاش كتلقى واحد النجاح اللي كبير في حياته وفلوس وديور ومسافر وديما ضحك وناشط، وكتلقى واحد ما عنده حتى ريال ومحن في حياته وديما كيشكي ومقلق. هنا فين كتلقى كل واحد كيفاش مبرمج العقل الباطني، وكل واحد المعلومات اللي كيعطيها العقل. ونفترض انك كتزود دماغك بشي معلومات ايجابيه، راه مع الوقت والتكرار اللي كتبقى تعاود على العقل الباطن ديالك كيامن بها وكتبقى تشوف النتائج في حياتك. العقل الباطن هو مجرد افكار غادي تنعكس عليك في الواقع. كنخاف من البحر صافي مباشره تولي تخاف من البحر. العقل الواعي باش ياخذ شي معلومه خاصو ضروري يستعمل الحواس الخمس. اما العقل الباطن عنده اداه وحده واللي هي العقل الواعي. الا بغيتي عقلك الباطني تيق بلي راك فرحان، خاص عقلك الواعي يقول انا فرحان. الا بغيتي يقتنع بلي ما عندكش فوبيا من شي حاجه مثلا البحر ولا شي لعيبه بحال هكا، خاص عقلك الواعي يقول انا ما عنديش فوبيا من البحر. ولكن راه ماشي بهذه السهوله، حيت العقل اللاواعي الا بغيتي يتيق بلي راك بصح ما عندكش فوبيا من واحد الحاجه، خاص تكررها بزاف نتاع المرات، النهار الاول والثاني والثالث. قوه التكرار هي اللي كتخدمها مع العقل الواعي باش يتيق العقل الباطن. ضروري ما غادي يكون وقع لك هذا البلان. كتكون قررتي تسافر لشي مدينه اللي كتعجبك مثلا، ولا عندك شي بلان واخا تكون ناعسه مع الطال، كتقول خصني غدا نفيق مع السبعه، بصح في الصباح كتضربك الفيقه مع السبعه ولا قبل كاع، بلا ما تعمر التليفون بلا ما يفيقك حتى شي واحد. ولا كتكون قاري ديما مع الثمانيه، كيجي نهار الحد كتقول هاد الليله غادي نسهر ولا غدا غادي نصبح ناعس.
حتى كيصبح النهار نتاع الحد وكتلقى راسك ضرباتك الفيقه مع السبعه ولا قبل، حيت صافي العقل الباطن بكثرة التكرار ديال الفيق مع السبعه ولف على الفيق مع السبعه. شي مرات كتقول هاد الحاجه كتعجبني وخاصها تكون عندي، والغريب في الامر انها مع مرور الوقت كتكون عندك. انا براسي كنت داك العام باغي بيسي ضروري، ديما كنبقى نفكر فيه وكنشوف كيفاش خاصني نشري ونجمع ليه، وعمرني قلتها حتى لوالدي. ولكن الغريب في الامر انه نهار عرفني الوالد بغيت بيسي جابوا لي الوالد. وراه فاش كتكرر بزاف واحد الحاجه على العقل الباطن ديالك ماشي ضروري انت ديرها، تقدر تجيك غير على شكل شي كادو. واحد القصه ديال واحد الاستاذ جوزيف قال لي كان خارج من الجامعه وكانت غاديه مع واحد التلميذه ديالو، بحال قلتي ساكنين في نفس البلاصه. كانوا غاديين كيدويو شويه، هي تشوف واحد المحل ديال السيكان ديال واحد الماركه غالي، وهي توقف وبقات كتشوف في داك الصاك، وهي تشوف في الاستاذ قالت ليه شفتي داك الصاك من الاحلام ديالي انه يكون عندي، ولكن انا ما عنديش وما نقدرش نشريه حيت غالي بزاف. وهو يقول لي عكسي هذه الجمله، نقول لي غادي نشري هذاك الصاك، وقالت لي ولكن راه غالي ما يمكنش ليا نشري. هو يقول لها انت غير عكسي هذه الجمله، مالك شنو غادي تخسري. وقال لي ماشي غير هذا الشيء، اي جمله سلبيه جاتك في دماغك عسيها على شكل ايجابيه. قالت بعد مده جاتني ديك التلميذه وقالت لي عقلتي على داك الصاك استاذ اللي قلت لك بغيت نشري، راه جابوا لي واحد صاحبي في عيد ميلادي نفس البلان اللي كان وقع لي مع البيسي حتى انا. ماشي ضروري انه يتحقق داك الشيء اللي بغيتي بالطريقه اللي بغيتيها، المهم هو تبقى متفائل وايجابي باللي داك الشيء اللي بغيتي غادي يجي. والخلاصه من هذا الفيديو هي الافكار والجمل اللي كتكررها على عقلك الباطن غادي يتيقها ويامن بها، ومع الوقت غادي ينعكسها على الواقع ديالك. وان شاء الله والدراري نشوفكم نهار الحد في الفيديو الجاي. بيس.